السلام عليكم متابعينا الاعزاء، تحياتي لكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه، وانتم كتتابعوا الفيديو متابعينا داخل وخارج ارض الوطن، متابعينا الاوفياء وما نساوش الناس اللي كتلتحق بالقناه. شكرا لكم على الثقه ديالكم، شكرا على المتابعه، ونتمنى دائما اننا نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب العالمين. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج مواضيع. غنتكلموا على نعيمه البدويه وبناتها وتريكتها وداك الشيء اللي داير. يعني ملي كنقول تركتها راه كنعني حتى نسابها، كنعني حتى نسابها من جهه بنتها مريم. يعني راه كنهضر حتى على ناديه واختها وكل ما يدور في هذاك الفلك ديال عين السيخ. كذلك غادي نتكلموا على الجلسه ديال اليوم ديال لبنى والمحامي الداودي. ما علينا. غادي نبدا بنعيمه البدويه الخوت اللي كلكم شفتوا انه من بعد ما وقع في عين السيخ والمعاطيه واعطيني نعطيك، بل انه بنتها رجاء منعم دار واحد اللايف اللي هو يمثل فعلا كما قالت الاستاذه سميره البقالي البورنو. لانه استثني على هذه الكلمه لانه داك الشيء اللي كيتقال في ذاك اللايف انا نعاود نقولها باش نكون يعني صريح مع الناس. هذاك الشيء كيدار في جميع المنازل بيوت الزوجيه اللي عندها حرمه، ولكن بحكم ان عندها حرمه حنا نترفع. هذاك الشيء راه كيبقى عيب انك تحكيه يعني في واحد اللايف اللي كيتابعوك فيه واحد 10000 ولا واحد 6000 ولا واحد 7000 ديال الناس. حشومه يكون الرد حتى لو كان ردة فعل على واحد الفعل اللي دارته ناديه. لانه بزاف ديال الناس من خرج الاستاذ الصوفي اللي هو محامي ديال جمعيه مفتاح وحلول، وكذلك جمعيه ما تقيش بلادي، لانه هو اللي كيمثلهم في المحاكم في الامور القانونيه. فبزاف ديال الناس خصوصا كان كيظنوا انه غير البدويه راه كيعني غير البدويه وبناتها ونسابها. لا، باش نكون معكم صريح، راه كلشي. لانه ملي كتجمع كلشي راه كلشي. ملي كنقول كلشي راه اعني حتى ناديه واي واحد خرج من جهه ناديه يعني بشي مقطع ماشي هو هذاك، وربما كان اقل حده، فتا هو راه غيتستعمل. لان في الامور القانونيه ملي كتبغي دير شي شكايه بواحد الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، فراه طبعا حتى ملي كيكون رده فعل فراه خصك تحط حتى الفعل، خصك تحط كلشي. اذا حتى ناديه باش نكونوا واقعيين، راه كاين اللي كيدافع على ناديه كيقول لك لا و- وراه ناديه ما دارت والو، وراه ناديه باش نكونوا واقعيين. شكون اللي خلى باش انا ما نكونش باش ما نكونش منحاز لواحد، لان الطرف اخر راه قلت لكم في هذا الشيء انه كل شيء مسؤول وكل شيء يعني داخل في المعمعه. راه شكون اللي خلى رجاء ومنعم يخرجوا بهذيك الطريقه؟ لانه اولا قله الوعي، وهما مسؤولين على داك الشيء اللي قالوا، وخاص يعني انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. وشكون اللي خلاهم؟ هو ناديه الخرجه ديالها انها كتعير منعم ما كيديماريش وبزاف ديال الامور وشي هضرات ماشي هي هذيك. اذا راه حتى ناديه داخله في اللعبه، راه حتى ناديه يعني داك الشيء اللي كدير في القناه ديالها اكيد راه غيتفلترا. والمحامي ملي كيبغي يحط مقاطع راه غيحط حتى المقاطع ديال كلشي. ملي كنقولوا كلشي كما شفتوا في العناوين ديال خصوصا الحوار اللي دار مغارب نيوز مع المحامي اولا مع رئيسه الجمعيه مفتاح وحلول اللي هي الاستاذه سميره البقالي، راه قال يعني كاع داك الشيء اللي داير بها. يعني كاع داك الشيء اللي داير بنعيمه البدويه. نعيمه البدويه اللي ما بغاتش تستافد، نعيمه البدويه ما بغاتش تستافد من الدروس السابقه. دوزات هي كتقول لك انا دوزت المحاين، دوزتي المحاين وكاينه شي امور اللي كنت حاضر عليها انا واش تابعيني انك كنتي كيفاش كتزاوقي وكترغبي. واش دابا صحابك غترغبي؟ هاد القضيه راه ولات دابا تمس الراي العام وانت عاجبك الحال السوبر شاطره ماشي بديك الطريقه. شو انت كنتي كديري واحد المحتوى ديال انه القانون مثل القانون العروبيه الباديه وديك العفويه، شويه وليتي كديري الانتقاد، وليتي كتسبي الناس تضربي في الاعراض. وخصوصا ان انت راه معروفه في المغرب كلشي كيعرفك. اي واحد يقول النعيمه البدوي يقول لك يخ، لان ما بقاتش هذيك الصوره اللي عندك اللي كانت في الاول العفويه وبغيتي تقري ولادك وبغيتي ديري وبغيتي تفعلي، وليتي مفرعنه حيت درتي شويه ديال الفلوس. وهذا الشيء انه ولا تاثر حتى على ولادك. لانه منين شفت هذاك اللايف بصراحه لا يشرف هذاك اللايف اللي دارت رجاء. مع العلم انني راه قلتها في الفيديوهات السابقه، انا دافعت واحد الوقيته على رجاء وعلى منعم ضد البدويه، حيت هي باعتهم لواحد الناس اللي كيصيفطوا لها الفلوس والسوبر شات وداك الشيء نايض في الخاص. ولكن دعت حتى على مريم. ولكن الخوت هنا راه مبقى دفاع باش نكونوا واقعيين. لانني انا دائما تنقولها منتقد، كنتقد الحدث ماشي كنبقى شاد في داك الشيء ديال شحال هادي ونبقى نقول لا ونبقى نعطي الاعذار. هذاك اللايف كارثي اللي دارت رجاء ولو يكون رده فعل.
على الاقل احترام المتابع اللي كيتفرج فيها. ولكن للاسف اغلبيه كتلقاهم كانوا فرحانين حيت انهم يعني تتفش الغليل ديالهم تجاه ناديه. وحتى ناديه كتلقى عندها متابعين عاجبهم الحال، وهذا الشيء راه عنده تبعات، واليوم ستتحملون العواقب. بزاف ديال الناس كيقول لك لا علاش الشكايه في الدار البيضاء. خصكم تعرفوا انه كاينين الناس، انا غنعاود نقولها لكم واستسمح، كاينين الناس اللي تيتفرجوا مع ريوسهم تيسالي. وانا تنقولها، انا راه هنا احمل المسؤوليه، راه ماشي غير هذه القنوات، احمل المسؤوليه حتى المتابع، وهنا لا اعمم، حتى المتابعين اللي كيتفرجوا فيهم كيمشيو لبلاصه اخرى كتبقى تسمع ولا وهذا الشيء لا يشرفه، هما كيتفرجوا فيهم وعاجبهم داك الشيء وعندهم الفضول، لان ما يمكنش تيجيبوا واحد الكم هائل ديال المشاهدات ملي كتكون المعاطيه. باش نكونوا واقعيين، حتى المتابع كاين اللي شد هذاك المقاطع صيفطهم، وكاين اللي كيتواصل مع الجمعيه وكذا. اذا الجمعيه تتحرك انطلاقا من مقاطع، انطلاقا من نداءات، انطلاقا من ملتمسات اللي كيكونوا من الجاليه المغربيه يعني خارج ارض الوطن. هذا الشيء علاش بامكانك ملي كتكون خارج ارض الوطن، الجمعيه اين تتواجد؟ تتواجد في الدار البيضاء. اذا تتوجه الى السيد او للنيابه العامه ديال الدار البيضاء. فتم الاستماع الخوت الى رئيسة الجمعية اللي هي سميرة البقالي من طرف النيابة العامة بالأمس، وكذلك رئيسة الجمعية ديال منطقة الشولدي بالأمس. كلهم تم الاستماع إليهم بحكم أنهم هما اللي مشتكين بالصفة اللي عندهم كرؤساء ديال الجمعية، يمثلون واحد جوج جمعيات اللي تهم يعني الصالح العام وكذا وبزاف ديال الأمور. باش نكونوا واقعيين، وديجا قلتها، انه فيما يخص هذا الشيء ديال نعيمه البدويه وبنتها، وخصوصا رجاء اللي دارت ذاك اللايف وقالت انه تراند، راه داير تراند. اذا رجاء واخا خرجتي مع مراد الوانكم انت منعم وبقيتي كتبكي وكتقولي لا راه ردة فعل وانا تنواعد المغاربه وانا غير مقبول، توضعات شكايه. داك الشيء توضعات شكايه، وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع من بعد ما استمعوا الى المشتكين. فالمشتكى به اكيد ستتم احاله، لان غالبا ما غاديش يعيطوا عليكم، انتم كتعيشوا في فاس، فغيتم استدعائكم في مدينه فاس، لان احاله الشكايه الى النيابه العامه ديال فاس اللي غتعطي الاوامر ديالها. وغالبا خصوصا تتكون هذا الشيء يخص الراي العام، فالامر تيكون يعني بواحد السرعه. الضابطه القضائيه بمدينه يعني فاس وغيستمعوا لكم، واكيد هذا الشيء راه انتم ملي غيوصلكم راه غيخرجوا هذه القنوات وغيقولوها لكم وظلمونا وداروا لنا. لا، نتوما ظلمتوا ريوسكم، لانه الناس حبوكم. انا نكون معكم صريح، لا مريم، لا رجاء، لا، كلهم عندكم واحد المحتوى، عندكم متابعين. ملي كطيح المشاهده فكتلقاو انه اي حاجه باش كتنوضوا بها يعني وباش كتطلعوا بها. وللاسف المتابع عاجبو يعني داك الشيء ديال المعاطيه. راه واخا المتابع كاين المتابع اللي تيكتب لا هذا الشيء وكذا، ولكن كتلقاه في اللايفات مقلز في السطح كيتفرج عاجبو الحال، عوض ما انه ما يتفرجش ويترفع على هذوك اللايفات وهذاك الشيء، فهو كتلقاه عاجبو الحال وكيتفرج، وفي الاخير كيقول لك لا حقه ما حقه، وراه خاصهم اغلاق القنوات، وراه خاصهم. كاين اللي كيقول لك ما بغيناش الحبس، بغينا اغلاق القنوات. شوف، القضاء هو اللي كيحسم، القضاء هو اللي كيقرر. من واحد الناحيه هاد الناس راه ما عندهم لا خدمه لا والو. المهم القضاء راه غادي يشوف الامور وهو اللي غادي يحسم في هذا الشيء، لانه دائما كيتكرر عندكم هذا الشيء، دائما كيتكرر عندكم هذا الشيء. ديجا نوضتوها مع بيناتكم، درتو التنازلات، تعطي الفلوس، هاد التنازل شد فلوس مقابل التنازل. هاد الشيء ما خلاكمش تعلموا انكم تخدموا على ريوسكم. وحنا انا راه شوف، انا راه ماشي شي واحد اللي حاقود غنقول كذا ولا خاصكم الحبس، ولا خاصكم الردع باي طريقه من الطرق اللي كيشوفها القضاء اللي هي مناسبه، لانكم عيقتوا بالعربيه تعربت. خصوصا هذاك الشيء لا يشرف، ولينا نتعايروا من دول اخرى بداك الشيء، مع العلم ان الشعب المغربي راه لا ماشي هكاك داير. راه كاينين الناس اللي راه كاين حتى منتقدين راه هما كثار من نعيمه، ولكن انا لا اتكلم دابا على هاد الناس هادو، كنتكلم على نعيمه بحكم مؤثره، بحكم بناتها اللي ولاو حتى هما بغاو في الاول يقادوا ريوسهم، بغاو انهم من حق اي واحد يدير اليوتيوب، ولكن يديروا شي حاجه اللي هي زوينه. تجيب غير 10,000 راه احسن ما تجيب 80,000 وبديك الشوهه وبديك الفرشه. انا شفت كما قلت لكم الاعتذار ديال رجاء وديال منعم، والمغاربه تيقول لك غير مقبول غير مقبول. شوف المغاربه نقول لكم واحد القضيه، القضاء هو اللي كيقبل ولا ما كيقبلش. الجمعيه في مواجهه مباشره، وطبعا تحركت هذه الجمعيه
مجموعه من الشكايات من اولا من ملتمسات من الجاليه المغربيه. فاحنا غادي نشوفوا شنو غادي يكون. يعني هما حاطين شكايه، تم الاستماع اليهم وغادي نشوفوا. اما الناس اللي كتدافع على نعيمه، باش نكون معكم صريح، راه الناس خصها تفهم، انتم غير متابعين. نعيمه من نهار فاش غيستدعوها راه غتكون مباشره، وما كتكون شي حاجه سميتها الادله، راه كتكون في مواجهه الدليل. يعني يا اما الاعتراف يا اما راه كتكون لا حول لك ولا قوه. اذا خاصكم انتم كمتابعين، وقلتها لكم شحال هذه، نعيمه راه ماشي اول مره، راه فايت هذيك المره ضربت في الشرف ديال حسنيه، الشرف ديال اي واحد اللي جات قدامه كتقول لك لا انا كنرد. راه الا كان الا سبك واحد الانسان كاين القضاء. ما بغيتيش تمشي للقضاء، حتى الا بغيتي تدافع على راسك دافع بشي حاجه اللي تشرف، دافع بشي حاجه اللي فيها ادب، اللي بالادب وغير بشويه، ماشي بالسب والقذف والضرب في العرض وفي الشرف. المهم الخوت، كما قلت لكم في انتظار الاستدعاء ديالهم، لان مازال ما استدعاوهمش. ملي غيستدعوهم راه غتسمعوهم كاملين وغيمشيو، واكيد غيكون في هذه المسطره تسريع، لانه فيها صفه يعني جمعيه اللي عندها الصفه او جوج جمعيات، وهذا الشيء راه دير بوم. فنتمناو ان شاء الله انه يكون ردع لهاد الناس هادو، او لا يسنيو الالتزامات الى عاودوا، او لا بحال هكا. المهم كل واحد شنو غيبغي يقول، لان كاين ممكن القضاء يدير الالتزامات لهاد القنوات الا كانت شي معاطيه ولا شي حاجه، راه ما غيعاودوش يتشاوروا معاهم مباشره الى السجن، باش نكونوا واقعيين، باش تكون ردع اكثر من اللي سبقوا. ما عليناش، هذا الشيء اللي كاين فيما يخص هذا الموضوع والخرجه ديال سميره البقالي، اللي اكدت ان الشكايات وضعت وتم الاستماع اليها، وخرجت مع مغارب نيوز وقالت ان هذا الشيء بزاف والعفن والوسخ. وكذلك حملت المسؤوليه حتى المتابع اللي كيطلع يعني في المشاهده لهاد الناس، واللي كيخلي هاد الناس عاجبهم هذا المحتوى، حيت فيه المشاهده وفيه السوبر شات وفيه بزاف الامور. فما علينا، نتمنى خير ان شاء الله، وحنا كذلك في تتبع هذه القضيه هذه. دابا غادي ندوزو الى الجلسه ديال اليوم اللي كانت ما بين لبنينو الزوجه ديال بوكريشه وكذلك الاستاذ المحامي، واللي كنعرفوا ان هناك حكم ابتدائي فيما يخص هذه القضيه هذه. طبعا اللي في ديك الوقيته حكم ابتدائي 8 شهور ثلثي لبنى على ما اظن، وكذلك غرامه ماليه ما عرفتش بالضبط شحال. المهم اللي كان فيها خرج الاستاذ الدودي، وكذلك عبر منبر فيس بريس، وعبر عن سخطه وعن عدم رضاه، وانه كيفاش هو ما عجبتوش هذيك التعويض المالي اللي تم الحكم به من طرف المحكمه، وانه يعني تضرر كثيرا وبزاف الامور. فاليوم كانت الجلسه الحاسمه واللي كانوا فيها مرافعات واللي حضروا فيها محامون من هيئه مكناس اللي كيتابع لها الاستاذ الداودي. وطبعا حتى النقيب كان حاضر اليوم وقام بالمرافعه، يعني ثلاثه المحامون كانوا في مواجهه لبنى والمحامي ديالها. اللي طبعا غادي نوضح لكم واحد النقطه باش تفهموا. مؤخرا يعني انه كنا درنا فيديو خصوصا بعد الخرجه، يعني الجلسه اللي فاتت اللي تاجلت، انه ديال بوكريشه هو ولبنى في الفيديو، وبوكريشه بدا كيتكلم وكيهضر وما خلى ما قال، وكنت انا اتاكيتو انتقدتو، قلت لي يعني انت في واحد الموقف لا تحسد عليه، لا انت لا لبنى، فبسببك انت ابو كريشه لبنى وصلت لهذا المواصل، لان كتبقى الزوجه ديالك والراجل كيحمي مرته، وخصوصا انه نقولوا دخل الحبس، ولكن باش انك تخرج من الحبس وتزيد ثاني فيديو اخر. واليوم هذاك الفيديو الخوت تحط، علاش تنكلموا حنا كمنتقدين، تحط في بعد التفريغات ديالو، وتحط وتزاد في الملف من طرف الهيئه ديال الدفاع ديال الاستاذ المحامي الداودي. هادشي علاش كنهضروا. وكنت انا يعني كان الناس اللي هاجموني وقال لك لا وراه هي من حقها، لا لا لا، انتم راه ما عارفينش، راه ملي كتكون في مواجهه المحكمه ما كيبقاش داكشي ديال اليوتيوب. راه قلتها شحال من مره، راه ما يقع في اليوتيوب راه ماشي هو قدام المحكمه. راه منين كيجي وكيستعملوا ضدك، وانه مازال الى حدود الان مازال هاد السيده، خصوصا انها ظهرت مع بوكريشه وتكلمات وعبرت حتى هي على عدم رضاها، فاكيد المحامي راه يرافعها كما بغا هو. يعني انطلاقا من هذاك التفريغ اللي داير هو، يقول اللي بغى في المرافعه ديالو. فهاليوم كيتزاد تحط هذاك التفريغ، وهذاك الفيديو اللي دار بوكريشه تهز من قناته وتفرغ، فرغوا داك الشيء اللي بغاو وحطوه للاستاذ المحامي الداودي. فكانت مرافعات، اكيد غتعرفوا انه اي محامي باش نكونوا واقعيين انه راه عنده الهيئه ديالو، راه غادي ترافع معاه. وخاصكم تعرفوا ان انا راه كنت كنقول ربما ما حتى شي محامي ما غيبغي يدافع على لبنى، باش نكون معكم صريح.
لانه هذه راه حقيقه وقاعده عند المحامون، ما كيترافعوش ضد بعضياتهم. راه واخا يكون واحد في العيون، في هيئه العيون، واحد في هيئه قنيطره مثلا، راه ما تيبغيش يترافع، لانه الزماله لبعضياتهم والزماله اللي بيناتهم وبزاف الامور والصفه والبدله اللي كيلبسوا واحتراما لهذا الشيء. هذه قاعده ديال المحاماه غير باش تعرفوا. ولكن في الدستور طبعا راه من حق اي محامي يترافع في اي قضيه، لانه نهار فاش كيتخرج او فاش كيأدي اليمين والقسم فراه هو يترافع ضد اي واحد كيف ما بغى، لان حتى شي واحد ما فوق القانون في البلاد، باش نكونوا واقعيين. يعني عنده حق انه يترافع ضد اي واحد. فما علينا. المحامون الثلاثه اللي كانوا مع الاستاذ الداودي ترافعوا عليه، يعني انه الاستاذ تضرر وتمت اهانته. شوف انا يعني ما غاديش نقل لكم داك الشيء كما هو، ولكن الخلاصه تضرر، وانه تمت الاهانه ديالو، السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في واحد القناه ديال لبنان اللي فيها قده وقده، واخا ديك الوقيته ما كانتش كامله ال100,000، ولكن هما غادي يهضروا يعني انطلاقا من حاليا شحال فيها. انه هذاك الشيء خلى الاستاذ انه يضر، خصوصا انه محامي معروف عنده الصفه وبزاف الامور. وكذلك هذا الشيء كامل يعني راكم عارفين انه الاستاذ خلات الناس يهضروا فيه، وخلات بزاف الامور بل عائلته بتحفه. انه لانه هذه القضيه ديال تحفه الخوت، راه غير مؤخرا في هذا الفيديو اللي دار بكريشه راه هضرت على تحفه، هضر على تحفه علاش ما جاوبتيش تحفه، علاش ما جاوبتيش الزروالي، علاش. باش نكونوا واقعيين راه مهم لكم التعليق. هذا ما كان. فكانت المرافعه كذلك رافع الاستاذ او المحامي ديال لبنى اللي حاول انه يبين ان لبنى كانت في ضغوطات، كانت في في يعني انه كانت حامله. مع العلم باش نكونوا واقعين لبنى ما كانتش حامله، كانت الله ولدات. وكذلك في اشاره لواحد النقطه اللي ربما تكلموا عليها بزاف القنوات، سمعوا مزيان شنو غادي نقولوا. فالمحامي فاش ترافع قال انه كيفاش انه عائلته ولا طلب يعني اتهمته بانه طلب منها رشوه وهي ما مخلصاش حتى الاتعاب. هذا لا يعني انه مخلصاش الاتعاب. فالمحامي ترافع وجاوب على هذه النقطه هذه انطلاقا مما قاله الدفاع ديال الاستاذ المحامي. كاينين الناس اللي قال لك لا راه اذا ما خلصتش الاتعاب اذا كذا، اذا راه اكد انه ما خلصتش الاتعاب. لا، لانه ما وصلني انا هو انه من المصدر او المتابعين اللي كانوا حاضرين انه المحامي علاش قال هذه النقطه، قال انه كيفاش لانه الدفاع ديال الاستاذ الداودي ترافع في هذه النقطه وقال انه اتهمته بالرشوه، انه مرتشي وطلب لها الرشوه وهو ما مخلصينش يعني في الاتعاب. فهو المحامي ديال لبنى قال انه غير يسرى يعني بنت بكريشه هي اللي مخلصه الاتعاب. وحنا عارفين انه انا ما عرفتش واش يسرى ولا، لانه هذا الشيء اللي خلى الاخت سعاد اورغانزا كانت دخلت في هذا الشيء. فما عرفتش بالضبط شكون اللي خلص او لا ما خلصش باش نكونوا واقعيين. فالمحامي ديال لبنى جاوب على هذيك النقطه يعني اللي اثارها او اللي تكلم عليها الدفاع ديال الاستاذ الداودي. فقال كيفاش انه هي غتهموا بالرشوه، هي ما مخلصاش حتى الاتعاب ديالو، يعني خلصته غير بنت بوكريشه. اذا كيفاش هي غادي تقول او لا غادي تقول طلب لي رشوه وهي ما خلصتش الاتعاب؟ راه ماشي انه تاكد انه ما مخلاش او لا كذا او لا، لا يعني كجواب على هذاك النقطة اللي قال او اللي دافع بها الدفاع ديال الاستاذ الداودي. المهم ما عليناش، اكيد الخوت هذا كله بسبب بوكريشه. باش انا دائما تنقولها بوكريشه كنشوفوا دائما انه يعني هذا الشيء اللي دخلت فيه لبنى راسها بسبب بوكريشه. حنا كنبغيو الخير لاي واحد ديال لبنى لا لغيرها. بالنسبه لسعاد كانت حاضره، ولكن الخوت هي كتبقى طرف مدني. ما عرفتش واش ما زالت كطرف الى حدود الان او لا، لانها ما استنفاتش فهي كتبقى طرف مدني فقط في الصوره العامه. ما عرفتش شنو واش يعني واش طالبت بشي حاجه او لا عندها محامي طالب بشي مذكره. كذلك الاستاذه يعني سميره البقالي كذلك كطرف مدني. حنا كنعرفوا الاستاذه سميره البقالي في المرحله الابتدائيه طالبت غير بدرهم رمزي لا اقل ولا اكثر، يعني كرد اعتبار هذا الشيء باش طالبت به. الى حدود الان دازت المرافعه، داز كل شيء.
باش نعرفوا واحد النقطه غادي نقولها لكم. بزاف الناس كيقول لك لبنى كانت مخلوعه، لبنى كتبقى غير مرا بحالها بحال العيالات، راه رجال وتيكونوا مخلوعين، راه رجال هربوا من المغرب لاوروبا غير باش ما يمتثلوش حتى الاستماعات بالنسبه للشكايات. فما بالك راه اي متهم تيكون في المحكمه تيكون مخلوع، اي متهم. واي واحد مثلا كياخذ هذه النقطه من اجل الاستهزاء بشي واحد، راه نقول نهار تحط في نفس الموقف وغتشوف راسك واش غتخلع ولا تخلع، لان كاينه الهيبه ديال المحكمه، كاينه الهيبه، كاينه الترقب ديال الحكم. نتمناو خير ان شاء الله، نتمناو هذا الشيء ما يتكررش، نتمنى حتى بوكريش هذاك الخرجات ديالو لان الدور جاي عليه كما قالت سميره البقالي. انت ما ناقش كتخرج تبكي كتخرج تشكي، مع العلم ان الدور كتقول يعني السميره البقالي توعدته، ولكن رد بالك خدم على قناتك. بامكانك تخدم بلا ما توصل لشي امور ديك المعاطيه مع سعاد وتدخل فيها لبنى. حنا عارفين سعاد هي اللي كتجبد لبنى، لانه سعاد ملي كتشوف شي حاجه دارها بوكريشه كتبقى عاطيه غير لبنى الراس. الناس ملي تيقولوا لبنى ما تجاوبيش، هذوك هي الناس اللي خصها تسمع لهم. ما تجاوبيش، خدمي على قناتك، جيبي غير 10000 20000 ولا تبقى تطلعي المشاهده وغادا جايه للمحكمه. من نهار تزادت هذيك زنوبه وهي غادا جايه للمحكمه. اذا هذيك نصيحه لبنى، نصيحه حتى لبوكريشه، واخا ما تسمعش يدير اللي بغى، راه غتوقع في مشاكل، لان دوك الناس عندهم محامي واجد. انت خاصك اتعاب، خاصك تطلع المحكمه جاي داي معاك بنتك مراتك امك، غادي جاي. اذا هنا كنعرفوا الانسان اللي عنده الحكمه هو انه كيدير داكشي اللي خرجه. فنتمنى الميساج يكون واصل. الحمله الان راه غادي جايه على بزاف ديال القنوات، خصوصا غيبداو بقنوات ديال فاس. فرد بالك بوكريشه، هذه نصيحه ليك، لانه عوض داك التعنت فرجع اللور. هذوك الناس راه عندهم الصفه، غير انه واخا ما يربحوكش، لا خديت البراءة في 7 المرات، اي خديتي البراءة في 7 المرات، ولكن هذه المرة راك غتواجه مع واحد الجمعية ثاني واللي غادي يخليكم منك القضاء، وانه غادي يبداو يجيبوا المقاطع وبزاف ديال الامور. فإلا كنتي فعلا باغي تخدم على راسك وباغي دير وانت غير تيظلموك وكذا، فخليك من داك التعنت. او لا بغيتي خرج انت، راه خرج انت وخلي عليك العيالات، سواء امك ولا بنتك ولا اختك ولا مراتك، خليهم عليهم في الثقه، خليهم يخدموا على قنواتهم. وانت اللي خاصك اصلا تكون عندك زمام الامور باش انك تقول لهم ها شنو خاص ديروا ها شنو ما خاص ديروا. الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنا راه حتى سعاد الخوت، باش نكون معكم صريح، راه حتى سعاد راه حتى هي غادي يجي عليها الدور، لان سعاد هي اللي دائما اللايفات في الليل واعطيني نعطيك. بكري يخرج يدير فيديو تخرج لا ولادي شدي ولادك عندك وحبسي علينا هذا الزمر ولا سيري طلق يا سعاد وانت فرحتي لينا راسنا كل نهار ولادي مات ولادي. عينك في بكري قوليها للعالم الصلاة على النبي وانتهى الكلام. اذا نتمنى هذا الميساج يكون واصل. تحياتي لكم متابعينا، شكرا لكم على المتابعه. هذا مكان، دمتم في رعايه الله وحفظه.